يلا نشوف تتبيلة الطماطم المتبلة أو الطماطم المخللة وطريقة عملها. ودي بجد من أحلى الابيتايزرز اللي هتفتح نفسكم على أي أكلة، جنب أي أكلة كده، حاجة شيك وجميلة وتفتح النفس. عندنا إيه بقى؟ عندنا في الكبة هنبتدي نجيب فلفل كبيرة رومي. تمام. أنا هنا مستخدمة طماطم تشيري صغيرة. طماطم الشيري الصغيرة دي بتبقى طعمها حلو جدا في التتبيلة وشكلها حلو. عندكم طماطم عادية مفيش مشاكل، قطعوها 4 تربع وابتدوا تبلوها زي ما في الاخر غرقوها بالتتبيله اللي احنا هنعملها. دي فلفلايه رومي عليها 4 فصوص من الثوم واقل من ربع فنجان من الخل. وهنبتدي ننزل ببقدونس. انا عايزه الورق بس بتاع البقدونس، مش عايزه العيدان. تمام. فانا هنا قطعت الورق قد يعني كف الايد كده، وابتديت احط البقدونس بتاعي. عايزين انتوا تزودوا بقى مع البقدونس ده كزبرة، شبت براحتكم، ومعاه عصرة ليمونة. انا بحب احط كمان كزبرة ناشفة. تمام. بتدي ريحة حلوة قوي للتتبيلة دي يا جماعة، يعني بجد في ناس كتير ما بتحطهاش، جربوها. ومعلقة من الكمون ورشة صغيرة مش شطة لو انتوا حابين. انا ما بحبش الشطه، وممكن تستبدلوا فلفل رومي ده بفلفل شطه لو انتوا ليكم في الشطه بقى قوي. هنبتدي نضرب كل المكونات دي مع بعض لغايه ما تعمل بيست كده. هتلاقوها عملت زي عجينه كده، وهنبتدي نقطع. بصوا المنظر شويه كده ونلمها كده بالسباتيلا علشان نتاكد انها اتخلطت كلها واتضربت كويس. دي طماطم الشيري بتاعتي هبتدي ان انا اقطعها نصين. زي ما قلت لكم عندكم طماطم عاديه ابتدوا قطعوها 4 ارباع واحشوها بالتتبيله، وحاولوا تشيلوا منها البذر دي علشان البذر بتاعها مش، هي اصلا ما فيهاش حاجه تتشيل، فانا قطعتها كده ويبقى شكلها حلو مع التتبيله قوي. وهبتدي ان انا احطها في العلبه بتاعتي وانزل عليها بالتتبيله بتاعتي. لاحظوا ان انا ما حطيتش ملح خالص، انا الملح برش من فوق، لان الملح في الاخر كله بينزل تحت وبتبقى مملحه تمليح حلو، فمش لازم تحطوا الملح في الكبه الاول. انا هنزل بالتتبيله بتاعتي كلها. دي فيها ايه؟ فيها فلفل، توم، بقدونس، خل، والكزبره وكمون. تمام. وعصره ليمونه. دي التتبيله اهي اللي بنزل بيها على الطماطم، وهبتدي كده اقلبها كده تقليبه، اتاكد كده انها وصلت للطماطم كلها. بص الشكل، بص القمر الاحمر مع الاخضر اصلا يا جماعه خرافه، يعني بجد مع اي سفره بتفتح النفس جدا جدا، وبتعيش بقى في التلاجة، يعني تعيش معاكم في التلاجة. رشه من الملح كده فوق عليها خفيفه، وبعدين ننزل عليها بزيت زيتون او زيت عادي، بيديها لمعه وبيحافظ عليها. وبجد وبتبقى جاهزه عندكم في التلاجة في اي وقت تقدروا تقدموها مع اي فطار بقى، مع غدا، اي حاجه تنفع. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. عجبكم الفيديو لايك، ما تنسوش السبسكرايب وكومنت حلو.